تماثيل آلهة الثالوث المقدس آمون ومت وابنهما خنس ينطلقون مخفيين على الأنظار داخل مراكبهم المقدسة في موكب احتفالي بهي وكبير من معبد آمون في الكرنك حتى معبد الأقصر. يتقدم الموكب كهنة يرتدون جلد الفهود، يشعلون البخور ويرشون الحليب، تذبح القرابين ويرقص الشعب فرحا بفيضان النيل، وتستمر دورة الحياة. احتفالية طريق الكباش النهاردة مصر بتستعد وتشهد محافظة الأقصر إحياء الممر التاريخي اللي بيعود عمره لأكثر من 3000 سنة. طريق الكباش يقع بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر على امتداد طوله 2700 متر. طبعا طريق الكباش ده كان تم يعني اكتشافه في مدينة طيبة مع أبو الهول وتماثيل منحوتات رأس الكباش على الجانبين الطريق أو الممر، واللي بيبلغ عددها نحو 1200 رأس، جسم أسد ورأس كبش. طبعا إشادات عالمية، وكالات الأنباء العالمية والصحف الأجنبية أشادت بالاحتفالية التي ستقام مساء اليوم، وتحت عناوين مصر تستعد لإبهار العالم من جديد. شفنا احتفالية العام الماضي، احتفالية المومياوات الملكية، واللي كانت كل العالم انبهر بيها وأشاد بيها، وأحيا الحفل الموسيقار وقائد الأوركسترا نادر عباسي اللي بيستعد أيضا النهاردة في حفل أكد إن هو سيكون حفل عالمي يرقى ويكافئ الجهود المبذولة لافتتاح الممر. طبعا افتتاح الممر مصر بتحاول، او الجهود الرسمية منذ 7 عقود او منذ حوالي 70 عاما بتحاول احياء الممر التاريخي او الممر الاثري، لكن طبعا كانت محاولات متقطعة لحفر الممر القديم، والآن طبعا ستفتح مصر أخيرا النهاردة هذا الطريق، طريق الكباش، وسيتم افتتاحه في حفل ساحر للجمهور. طبعا محافظة الأقصر شهدت خلال الشهور اللي فاتت أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع الميادين المحيطة. احتفالية كبيرة مصر بتستعد لها، تحديدا مدينة الأقصر ومحافظة الأقصر بتستعد لهذه الاحتفالية. طبعا تم مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة 14 عمود بمعبد الأقصر، وكمان تم الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى اللي هو طريق الكباش. افتتاح طريق الكباش يعد مشروع ضخم، مشروع سيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين، وليه أهمية طبعا ثقافية وسياحية كبيرة جدا. شبكة ABC الأمريكية قالت إن مصر تستعد لإبهار العالم بإحياء ممر تاريخي عمره أكثر من 3000 سنة. مصر يا جماعة، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر التي كانت قبل كل الأمم. مصر يعني شفنا آثار مصر بتعبر عن حضارة وتاريخ وأصالة مصر. طريق الكباش طبعا النهارده اكتر من 200 من مراسلي الاجانب ومراسلين الصحف الاجنبيه هينقلوا الاحتفاليه الى العالم. اكتر من 2000 من مراسلين وسائل الاعلام العالميه المعتمدين في مصر في الاقصر دلوقتي لتغطيه الحفل. وطبعا الحفل هيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدوله المصريه ورئيس الحكومه وكافه الوزراء المعنيين، وكمان سيتم افتتاح الحفل او سيتم افتتاح الممر في مدينة الأقصر. طبعا اصلاحات عدة تم اجراءها في الطريق وتم اخلاء المسار. كمان السلطات المصرية وجهت دعوة مفتوحة لعدد من السفارات الأجنبية والشخصيات البارزة لحضور الحفل. شق ملوك مصر الفرعونية في طيبة أو في الأقصر حاليا هو طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبد كل عام.
كان الملك يتقدم الموكب ويتبعه علية القوم والوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة وزوارق مقدسة محملة بطبعا تماثيل ورموز المعتقدات الدينية عند المصري القديم. احتفالية طريق كباش احتفالية عالمية، مصر تستعد لإبهار العالم من جديد عن طريق الاحتفالية التي سيتم إجراءها مساء اليوم الخميس، عن طريق أيضا تحديدا في الساعة 7:30، والموسيقار نادر عباسي يستعد أيضا لإحياء الحفل على طريقة احتفالية موكب المومياوات اللي شفناه السنة اللي فاتت واللي أبهر العالم. حفل كلنا بنستناه، كلنا بننتظره، ومصر الكبيرة، مصر القديرة، مصر التاريخ، مصر الحضارة تستعد وتتأهب لإبهار العالم. تابعونا.